اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بلح الشام بدون بيض. مش هنستخدم بيض خالص. حاجه كده قمر. بصوا شكله حلو ازاي، وهيفضل مقرمش معانا لاخر واحده. يلا بينا على طول نشوف عملته ازاي. استخدمت كوبايه ونص من الدقيق، معلقتين كبار من السميد اللي هو دقيق البسبوسه، ومعلقتين زيهم من النشا، ورشه ملح. دقيق البسبوسه هيخلي طعمه حلو قوي. كده كده النشا لازم نستخدمها عشان نخليه معانا مقرمش. وجبت حله فاضيه حطيت فيها كوبايه وربع من الميه، ومعلقتين من السكر، ومعلقتين من الزيت. اول ما دابوا وغلي وقفلت النار، وضفت عليهم خليط الجاف اللي احنا كنا عاملينه، وبقلب. نركز بقى مع بعض، هنفضل نقلب شويه حلوين لحد ما نوصل لعجينه لينه ما بتلزقش. انا استغنيت عن ايديا بقى وقعدت اعجن فيها كده وهي سخنه. بصوا لحد ما وصلت للقوام ده. كده هي جاهزة. وصلت معايا العجينة ناعمة وماسكة نفسها كويس قوي. ودي شكل التب اللي استخدمتها وحطيت في الكيس